تعالوا النهاردة نتكلم على السامبلينج في أرنولد. ازاي ان احنا نقدر نتحكم فيها في ازالة النويز عندي. لما بص هنا في الريندر ده بالديفولت الريندر جوه أرنولد، هلاحظ في بعض النويز وبعض الايشوز اللي موجودة. طبعا الديفولت ريندر فعلا طالع جميل جدا وطالع فيه يعني معظم الريندرز كويس، لكن في ايشوز برضو، في نويز في الاماكن اللي فيها جلاسنس ونحتاج ان احنا نشيله. وكمان خفيف قوي في النويز برضو في الشادو. فتعالوا نعرف ازاي تتخلص من اي نويز بتقابلها عندك في الريندر بتاعك. الرندر ده واخد 50 ثانية بالكواليتي اللي قدامنا بالكاميرا برسبكتيف ب3.2.2.2.2 سامبلز. ايه هو ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. علشان نعرف السامبلز ديت بنروح للرندر سيتنج وبنروح لارنولد ريندر. بنلاقي هنا السامبلينج والراي ديبث اللي بتتعامل بيه السامبلينج. تعالوا نركز دلوقتي على السامبلينج. عندي الكاميرا AA او الانتي الياسنج اللي فيها 3 والديفيوز والجلاسي والريفراكشن والسب سكاترينج ماتيريالز. كل ده غير الفوليوم اندايركت، كل ده اللي بتتعامل بيها السين بتاعتنا. عشان نفهمها اكتر تعالوا نقفل ده كله ونشوف تأثير كل واحدة من دول على السين بتاعتنا، ونخلي الانتي الياس دي وليكن اقل قيمة اللي هي 1. ودلوقتي تعالوا احنا كده شايفين هنا انتي الياس 1 بس ترندر السين كلها، والحسابات بتاعتي كلها غير كده 0. فدلوقتي هنشوف تأثير الكلام ده على السين بتاعنا والفرق بينها وبين الريندر بريفيو اللي فات. بس خلي بالك ان السامبلز قريها 1 لكن 0 في الديفيوز، 0 في الجلاسي، في الريفراكشن، في الباقي. نشوف الكلام ده بقى بشكل عملي. نعمل بلاي للاي في ار. ليه بقى؟ علشان انا ببص على سكرين شوت فعشان كده ما كانش اكتيفيتد. تمام. طبعا هو باين جدا الفرق، بس عشان تعرف فرق اكتر تعالوا نلاحظ الكلام ده في السكرين شوتس اللي تحت. اللي عندي هنا ده بانتي الياس 1 وهنا بالديفولت الاولاني. شايفين الفرق؟ فرق رهيب جدا. الدنيا ضلمت في اماكن كتير، ده غير النويز اللي بدأت تظهر عندي هنا في اماكن كتيرة قوي والضلمة، وغير كمان ان في الجلاسنس بدأت تختفي تماما في السين بتاعي. ده لاني 1 بس او سامبل 1 بس مش كافي ان يغطيلي السين كلها. تعالوا نعليها نخليها 2 مثلا بحيث نشوف الدنيا تفرق ازاي. هتلاحظ ان الدنيا بدأت بالفعل تنور سنة صغيرة. الاماكن اللي كانت مظلمة قوي واسود قوي بدأت انها تفتح شوية. الاماكن اللي فيها نويز عالي بدأ يخف النويز بتاعي. بس لاحظ حاجة، الاتنين دي ايوه خفت كتير لكن مش كافية انها تشيل كل النويز اللي هنا واللي هنا واللي في اماكن تانية كتير. حاجة كمان انه تعامل معاها 4، يعني انا لما بكتب 2 مش باخد 2 انتي الياس او سوري 2 سامبلينج ولكن 4، يعني الرقم اللي بتحطه تربيع. خلي بالك من الحتة دي. اوكي كده الاتنين ديت مش كافية انها او الاربعة مش كافية انها تبطيل السين، فممكن نعليها كمان درجة واحدة بس لانها بالتربيع، وبالتالي انا عندي 4 سامبلز بيغطوا مش كافيين. فلو زودتها درجة تاني هتبقى برضو بالتربيع، فبدل ما هتبقى 3 هتبقى 9 سامبلز. يبقى انا عندي 9 سامبلز دلوقتي بيرندروا السين بتاعتي. ايوه خفوا الدنيا شوية زي ما احنا شايفين. وطبعا كل ما بتزود سامبل كل ده ما بيزود في وقت الرندر، وهيشيل النويز اللي عندي دي كلها. شالها هنا واعتقد هيشيل قدام كمان.
فعلا بدأ يبقى كلين هنا، بدأت تنور الحتت ديت شوية عن الأول، وهنا كمان بدأت ان هي تفرق كتير قوي برضو عن الأول. إذا ال3 أو ال9 سامبلز فعلا غطولي المشهد. ولو قارنت بين الوقت تلاقي انت الوقت هنا بقى 31 ثانية عن الأول كان أكتر من كده. الأول كان 50 ثانية بالديفولت. الباقيين لاحظوا انه لسه عندي ديفيوس والكلوز والريفراكشن كان فيها قيم، هنا مفهومش قيم و31 ثانية. ولكن لسه في أماكن مظلمة وفي أماكن لسه محتاجة سامبلز، فندي للديفيوس كده سامبل واحد بس ونشوف هتفرق. لو لاحظت هتلاحظ ان في حتت بدأت تنور شوية. تعالوا شوف كده، لو بصيت انا هنا ممكن اخد سكرين شوت ونديها واحد بس ونقارن بين اماكن قريبة. استنى كده اهو، نقارن بين سكرين شوت الاولانية واللي قبلها. شايفين في اماكن كتيرة الاجزاء دي كلها كانت مظلمة قوي، كانت سودة جدا، ودلوقتي بدأت تبقى افتح من الاول شوية. اذا بدأ يبعت تريس او سامبلز للاماكن دي عشان يبدأ ينورها ويقراها زي ما احنا شايفين. جميل جدا، لان الاماكن ديت ديفيوسنج، الاماكن ديت فعلا ما كانش واصل لها ضوء. تخيلوا لو نعليها سنة كمان كده الدنيا ايه، هتبدأ تنور اكتر. بدل الاسود الفظيع الاولاني بدأت الدنيا تنور شوية. شايفين الفرق كده؟ اتخلصت من السواد اللي كان موجود. يبقى الديفيوز بينور لي حتت ما كانتش منورة او كانت سودة جدا لان الضوء مش وصل لها. جميل جدا كده. الديفيوز بدأ يعالج لي جزء كويس قوي. ممكن اعليه بس ما يفضلش ان انا اعليه، علشان ان انت عايز تنور الحتت ديت بس مش بالطريقه دي، لكن نور لي الاماكن اللي كانت سودة جدا في الحتت ديت. وكمان ادالي نويز لان النور او اللايت اللي انا حطاه ما كانش واصل للاجزاء دي، واحد يمين واحد شمال واحد من فوق، مفيش حته في الحته دي. الجزء ده كمان بدأ يدي اضاءة، والجزء الامامي يدي اضاءة، ولكن 36 سامبل. 36 سامبل ليه؟ لانه تربيع، وخلي بالك 2 في 3 تربيع. اذا انت عندك السامبل 3 لوحدي والاتنين لوحدي، وضرب الاتنين بيدي لك الايه؟ 36 سامبل. اذا انا عندي 36 سامبل للسين لغاية دلوقتي، وكل ما الدنيا بتزيد كل ما الريندر بيزيد، فنخلي بالنا كويس قوي من الحتة دي. طيب هل ده كفاية؟ لا مش كفاية. انا عندي لسه تايمينج ادي 39 لغاية دلوقتي. لسه عندي الجلوسنس. الجلوسنس اللي هي الحتت اللي منورة المفروض. لو سيبنا ده عشان نفرق بينها وبين اما نديله جلوسنس، خلينا نديلها 2 على طول. شايفين فرق؟ بدأت تنور اكتر، بدأت فعلا الدنيا تختلف. لو بصيت كده هنا انتظر بس دقايق، لانه زي ما احنا قلنا كل ما بتزود في القيم كل ما تلاقي الدنيا عندي هنا تقلت وبدأ يزود شوية في الوقت. بس طبعا ده ملهوش مقارنة خالص بأي ريندر تاني، خصوصا الجراي. لاحظ هنا ان بدأ يبقى في ضوء بدأ يظهر في الحتة دي. هنا كانش موجود اصلا، ما كانش شايفه اصلا، لان انا مش عاطياله اي قيمة تشوفه، لان دي قيم الجلوسنس. هنا كمان شايفين هنا كمان حتت كتيرة بدأت تنور، كمان الكورنر ده والكورنرز ديت كل ده كان مظلم لان ما كانش فيه قيم للجلاسي. دلوقتي بعد ما حطيت 2 للجلاسي بدأت ان هي تظهر عندي. ريفراكشن، لو عندك ريفراكشن بتحط له 2. سب سكاترينج ماتيريالز او الماتيريالز اللي تحس ان فيها الضوء بيمر من خلالها، والكلام ده كله هنتكلمه في التفصيل لما نتعامل مع الخامات او الشيدرز. كده انا بشكل عام عرفت ان انا استخدم خصائص السامبلينج ان انا اعالج بيها النويز. عرفت كل واحدة من دول بتتعامل مع ايه. طيب الري ديبث. الري ديبث هي بتاخد السامبلينج الاساسية وتبدأ تديلي سب سامبلز او سب ديفيجنز عشان تنور لي السين بتاعتي.
اذا التلاتة والاتنين والاتنين وكل القيم التانية ديت تمام بنبدأ ان احنا نستخدمها على اساس انها تديلي subdivisions صغيرة، كل شعاع منهم بيبدأ يخبط في object ويطلع منه عدد معين من الاشعة اللي احنا شايفين ارقامها تحت، بحيث انها تنور لي corners ما كانتش منورة قبل كده. تمام. لاحظ ان الحد الاقصى للسامبلنج بتاعك فوق 117، ما بيقبلش اكتر من كده. طبعا احنا مش معقولة هنوصل ل 117. عندي الاوبشن لوك سامبلنج باترن. لوك سامبلنج باترن ده علشان يحافظ على الكواليتي بتاعتك في كل فريم، وده طبعا بيبقى في حالة ان انت عندك انيميشن فيديو او انيميشن كاميرا، كده انت بتبدأ تتحرك قريب وبعيد عن الموديل، فيفضل في وقتها تعلم على لوك سامبلنج باترن لو كنت بتتعامل مع انيميشن كاميرا او انيميشن شوت. غير كده يبقى منجيش عند الاوبشن ده خالص. تعالوا بقى نبص على الري ديبث. الري ديبث برضو ليها حد اقصى وهو 10. بتاخد السامبلز الاساسية وبتبدأ تقسمها لسب ديفيجنز او سب سامبلز متعلقة برضو بالكل، وعشان نفهمها ناخد برضو سب ديفيجن هنا او سكرين شوت. تمام. واديله بقى 0 0 0. شايف الدنيا بدأت تضلم تضلم تضلم، الدنيا بدأت تبقى كحل زي ما احنا شايفين في الكورنرز اللي بعيد عن الإضاءة. دي أهم حاجة. دخل قيم بس مش أكتر من 10، لأن أكتر من 10 مش هتقل أصلا. طيب تعالوا نبدأ بقى ندخل واحدة واحدة. أنا عندي هنا الدنيا ضلمت ليه؟ لأن ببساطة هو بدأ يقرأ دلوقتي بس الكاميرا التريسنج أو الكاميرا انتي الياس، انما الباقيين اللي انا عطيتهم فوق في السامبلز مبقتش موجوده. ليه؟ لان انا دلوقتي عطيت لي قيمه للديفيوز بس مش قاريه الاماكن اللي بعيده عن الاضاءه اللي زي كده، اللي تحت واللي بعيد عن الكاميرا هنا، واللي كل ده بدا يرجع تاني، كل السواد ده بدا يرجع تاني. ليه؟ لان ما بقاش عندي اللي يرد عليه او اللي يبص فيه. حتى الجلاسنس اختفت، حتى اماكن كتير اختفت، على الرغم من اني عطيالها قيمة فوق في السامبلز، لكن مفيش حاجة تانية بترد عليها تحت في الري ديبث. عشان كده لازم الاتنين يبقوا مترابطين ببعض. والري ديبث عادة ما بنجيش عندها اصلا، بس لازم نبقى فاهمينها. في الري ديبث علشان يقرا قيمة الديفيوس اللي موجودة فوق، الاتنين اللي موجودين فوق، ويبدأ ينور لي الاجزاء اللي ضلمت تاني ديت، لازم اديله قيمة ولو 1 على الاقل في الديفيوس تحت. فبمجرد ما اديله الواحد اللي هو عايزه دوت، هيبدأ يقرا الاتنين اللي فوق السامبلز اللي موجودين فوق، ويبدأ ينور لي الدنيا تاني زي ما كانت. تمام. لو خليتها 0 كده بيرجع تاني، بحيث ان انا مش شايف اي قيم للديفيوز عندي. فبالواحد كده انا بدي لكل سامبل، انا عندي فوق 2، يبقى بدي 2 سامبلز لكل واحد ان هو يرندر لي او يقرا لي الاماكن البعيده. طيب الجلاسنس نديله هو كمان في الجلاسي 1 في الري ديبث لنفس السبب برضو، عشان يقرا لي الاثنين السامبلنج اللي فوق. مجرد ما اديله 1 هيبدأ يقرا لي الاثنين في السامبلز، علشان تنور لي المكان هنا، عشان تنور لي بقية الاماكن الموجودة في السين. فاديله 1 عندي هنا، كده الدنيا بدأت تنور من جديد. بعد الضلمة اللي جت بدأت الدنيا بقى تنور من تاني، وتلاحظ الاماكن اللي كانت مضيئة رجعت لها الاضاءة. ما عنديش ريفليكشن، بس ممكن احط لها 1 برضو لو في ريفليكشن يبان. ما عنديش ريفراكشن، بس برضو ممكن احط لها 1 لو في ريفراكشن يبان. اذا كل ده بمجرد قيمة واحدة بيعترف بقيمة السامبلز اللي موجودة فوق، وبيبدأ ان هو على اساسها يديلك ري ديبث. بمجرد ما يخبط على الموديل ينور لك ويديلك القيم اللي موجودة فيه ايه. الكاميرا انتي الياس هي اللي بتتحكم في الموديل ككل، وخصوصا الشادو بيشيلك اي نويز بشكل عام، لكن الباقيين بيبدأ يتعرف على حتت معينة في السين بتاعتك. انت عايز تنور ديفيوز حتت بعيدة عن النور، جلاسي حتت فيها جلاسنس، ريفراكشن، ريفلكشن، وهكذا. القيم دي هي اللي بتبقى الأساسية. اذا
لاقي لسه في شوية نويز في الشادو في حتة معينة ايا كان، ساعتها بقى يبقى تمسك العامل الكبير او الاساسي بتاعي. انا لو بصيت هنا الفروق بتاعتي او الفاينل ريندر، طبعا فرق رهيب جدا جدا في حاجات كتيرة قوي ما كانتش ظاهرة، لكن لسه عندي شوية نويز ولو خفيف. فساعتها بروح للكاميرا انتي الياس وببدأ ازودها مع اعتبار ان القيمة هتبقى تربيع. شايفين الدنيا هنا هتبدأ تخفف النويز جدا. لو استنينا شوية لان اكيد الوقت هيزيد عن الاول، عندي لسه ريندرينج. فلو بصيت هنا كانت 53 بالانتي الياس كانت 3، دلوقتي بقى 4. ونشوف دلوقتي هتبقى كام. بس لاحظ ان الاربعة دي بقت 64 لان الاربعة ديت كانت 16 والباقيين بيتضربوا برضو ويتربعوا، وبالتالي الدرجة النهائية سوري قصدي السامبلز النهائي بيبقى 64 سامبل في السين عندي. فرق جدا هنا. هتلاقي نويز فرقت بين السين الاولانية والتانية زي ما احنا شايفين. طبعا كل ما تزود كل ما تخف النويز خالص، بس برضو بيزود في الوقت. فانا يعني السين زي ديت ممكن 5 أو 6 تبقى كافية ليها او تبقى كويسة جدا كمان. تمام. كمان لو شفنا الجزء اللي من قدام بس الدنيا لسه ما رندرتهاش. الله يعني اعتقد برضو ان النويز فيها هتكون خفت قوي. بس استنى ثواني بس ترندر الحتة دي. تلاقي اكيد في فرق في الاربعة، ممكن نخليها 5 بس هنستنى شوية لو حابين. هتلاقي كمان هنا في الشادو بدأ يخف قوي النويز عن الاول. الجزء ده بدأ يبقى كلين، اجزاء كتيرة من ورا كانت برضو فيها نويز دلوقتي اختفت. ايوه كده. لو قربنا كده بقى وشوفنا زوم بين الاولاني وبين التاني، شوف كده في الحتة دي هنا، ده كده الرندر الاولاني وده الرندر التاني. شايفين الفرق؟ النويز طبعا خفت كتير عن الاول في الجزئية دي، وكل ما بتزود قيمة كل ما بيبدأ يخف اكتر ويبقى ناعم جدا مفيهوش اي نويز. كده عرفنا النهاردة ازاي تتعامل مع النويز من خلال السامبلينج، من خلال الراي ديبث في السين بتاعتك. تلاحظ كويس قوي 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 موضوع قيم بالتربيع لان ديت بتزود في الوقت. لو لاحظت السين بتاعك خد دقيقة و36 ثانية بعد ما في الاول كان 53 ثانية، وده بس علشان زودنا درجة واحدة بس في السامبلينج. كده عرفنا ده الاساس اللي بنتعامل معاه، وان شاء الله هنتعامل برضو في السامبلز بس مع اللايت، وده ابتداء ان شاء الله مع انواع اللايتس جوه الارض من المحاضرة الجاية ان شاء الله. يسعدني استقبل اسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم على الموقع او على صفحة الفيسبوك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.